السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بنقدم لحضراتكم النهاردة ماكينة التصوير ليزر ألوان HP ليزر جيت M 880. الموديل ده شغال A4 و A3. البرينتر زي ما احنا شايفين ده شكلها من جميع الجوانب. الماكينة فيها شاشة تاتش 10 بوصة، سهلة الاستخدام جدا. الاوبشن بتاعها كله سلس جدا وسهل، ايقوناتها بسيطة. الماكينة دي سرعتها حوالي 35 ورقة في الدقيقة، فيها دوبلكس بتطبع وش وظهر اوتوماتيك، فيها نتورك لو حضرتك وصلتها بالراوتر تقدر تطبع من الموبايل او من اللابتوب من غير سلك، بس بنأكد ان هي بتكون متوصلة هي بالراوتر عن طريق كابل النتورك. زي ما احنا شايفين كده البرينتر فيها 4 ادراج زي ما احنا شايفين، ممكن نوريهم لحضراتكم. ده مقاسه بيفتح لحد مقاس A3. الدرج الواحد بياخد حوالي 500 ورقة، وفيها درج مانيوال هنا على اليمين نفتحه من هنا كده. ده بنستخدمه للطباعة على الورق التقيل لحد 220 جرام. الماكينة دي آخرها 220 ماكسيموم، تقدر تشيل لحد 250 جرام مش أكتر من كده. زي ما قلنا الشاشة بتاعتها سهلة الاستخدام جدا. لو حبينا نطلع تيست من البرينتر هندخل على كلمة ريبورتس وبعدين نروح لأذر بيج، وأول اختيار هنلاقيه اسمه ديمو بيج ونعمل برنت. البرينتر بتاخد لأول ورقة حوالي 30 ثانية، خاصة لو هي فول كلر زي ما هنشوف دلوقتي. ده شكل التيست اللي طالع من البرينتر، ودي الريزوليوشن بتاعتها. الريزوليوشن بتاعت البرينتر في الطباعة 1200 في 1200. في التصوير الريزوليوشن بتاعتها بيكون 600 في 600. زي ما احنا شايفين كده فيها مدخل USB للفلاشة، نقدر نركبها هنا ونطبع منها. هنجرب مع بعض دلوقتي حالا. معانا فلاشة هنركبها في المكان ده. ندخل على برنت، هنلاقي فيه برنت فروم USB. ممكن نختار بقى الفايل اللي احنا عايزينه، وانا عامل فايل PDF اسمه SAS. لو دوست على سيلكت وبعد كده برنت ودي جودة الطباعة بتاعتها. بس بنأكد ان هو لحد 220 جرام. وطبعا كل ما وزن الورق زاد كل ما وزن الورق زاد سرعتها حوالي 15 ورقة في الدقيقة مش 35، لأن الورق ده بيحتاج إن البرينتر توصل لدرجة حرارة أعلى من درجة الحرارة الاعتيادية اللي هي شغالة عليها في الورق الإيفور. البرينتر زي ما احنا شايفين كده فيها 4 أدراج تحت، نقدر نحط منهم درج للورق الA3 ودرج تاني للورق الA4. مش هيفرق خالص، تمام، ومش هتفرق فين الدرج الA4 والA3 والA5. هو اهم حاجه بنأكد عليها انه دايما الاقفال دي تكون مقفوله على مقاس الورق بالظبط، لان البرينتر فيها سنسورز بتعرف مقاس الورق من القفلين دول، من القفل ده وده. فاحنا بنحط الورق اللي احنا عايزينه في اي درج ونقفل بس الادراج دي، نأكد ان الادراج دي مقفوله على مقاس الورق بالظبط. نجرب التصوير. لو معانا ورق زي كده محتاجين نصوره، ممكن نحطه من على الفيدر من هنا او ممكن نحطه على الازازه من تحت زي ما احنا حابين. هي فيها سنسور بيعرف لو الورق اتحط هنا اللمبه دي بتنور، لو الورق اتشال اللمبه هتفصل. ففيها سنسور بيعرف لو في ورق من هنا البرينتر هتسحب من الفيدر مش هتسحب من على الازازه من تحت. طيب خلينا نسمي الله ونحب نصور دول الاول كده، مثلا بلاك اند وايت، نشوف صورتها في الابيض واسود شكلها عامله ازاي، وبعدين نصور الالوان. البرينتر برضو سرعتها في السحب من على الفيدر حوالي 35 ورقة.
ده شكل الصورة اللي طالعة أبيض وأسود فقط. طيب خلينا نجرب نفس الورقتين تاني كده على الألوان. نختار من الجري سكيل هنا، هنختارها كولر وندوس كوبي. بسم الله. ده شكل الصورة اللي طالع منها في التصوير الكوبي. لو حابين نجرب التصوير من على الإزازة من تحت، هناخد ورقة من دول مثلا ونرفع الفيدر ونحط الورقة. يفضل دايما ان احنا نحط الورقة هنا على الفيدر بنفس الطريقة اللي احنا حاطينها بيها في الأدراج تحت. يعني لو احنا حاطين الورق بورتريه نحطه في الأدراج تحت بورتريه. طيب لو انا حاطه مقلوب اللي هو لاندسكيب كده بالاتجاه ده، هحطه بنفس الاتجاه. خلينا نجرب كده نصور ورقة واحدة ونحطها في الاتجاه ده على الإزازة وندوس كوبي كده، كوبي. ودي الصورة اللي طلعت منها من تحت. الجزء ده مهم قوي وهو موضوع الاسكان. البرينتر هنا المكن الكبير ده مش بياخد سكان بكابل اليو اس بي. بنأكد على جميع العملاء ان هو مش بياخد سكان بكابل يو اس بي. الطريقه الوحيده اللي تاخد بيها سكان على البرينترات الكبيره في الحجم دي ان انت تاخد البرينتر على سكان تو نتورك فولدر، لان البرينتر دي مصممه للشغل في شركات. فالشركه بيكون فيها اكتر من جهاز، بيتعمل فولدر على شبكه النتورك والبرينتر بتودي الاسكان عليه مباشره. او ممكن تاني تعمل سكان على كابل اليو اس على الفلاشه عفوا. يعني لو احنا حاطين فلاشه هنا وحابين ناخد سكان على الفلاشه، هندخل على كلمه سكان تو يو اس بي درايف. مجرد ما نعمل سكان البرينتر هتبدا تاخد سكان للورقه اللي موجوده تحت في الفيدر بتاعها وتسيفها اوتوماتيك على الفلاشه على طول. متاح كمان ان انا اقدر ابص على صوره الورقه قبل ما اعمل لها سيف. هنجربها في ورقه تانية كمان معاكم دلوقتي. طبعا طول ما الصوره اللي هي عامله زي الورقه دي بتتحرك فوق، البرينتر دلوقتي كده بتنفذ الاوردر. بتقول لي انت عايز تسيب الاوبشنات اللي انت اخترتها زي ما هي، هقول لها ريتين كده، عملت سيف. طيب لو انا عايز اعمل سكان تاني، هغير مثلا اسم الفايل هنا واخليه اي اس تاني وادوس اوكي، وادوس على كلمه سكان هنا عشان خاطر اعمل بريفيو واشوف صوره الورقه على البرينتر قبل ما اعمل لها سيف. دي شكل الورقة اللي أنا أخدتها سكان، هتبان لي على شاشة البرينتر قبل ما أعمل لها سيف. بس بريتين كده هو حفظ الصورة تاني على الفلاشة. طيب البرينتر فيها هارد حوالي 320 جيجا. لو احنا عندنا ورق بنطبعه كتير ممكن نقدر نسيفه على البرينتر نفسها. هنعمل ده ازاي؟ ممكن ناخد الورقة دي، خلونا نجرب واحدة تانية. ممكن ناخد ورقة مثلا زي دي ندخلها على الفيدر من هنا. الورقة دي مثلا بتتكرر طبيعتها عندي كتير، هدخلها على الفيدر هنا وبعدين هدخل على كلمة سكان، هلاقي فيها سكان تو جوب ستورج اللي هي الايقونة دي، هدوس عليها وبرضو اقدر اشوف السكان بريفيو بتاعها هنا. الاول هسمي الفايل مثلا nm وادوس اوكي واعمل سيف. المكنة هتاخد دلوقتي الورقة اللي فوق دي توديها لي على الهارد ديسك بتاع البرينتر. بالنسبة للعملاء اللي بتسألنا هل لو انا واخد سكان على الهارد بتاع البرينتر اقدر اشيل السكان ده او اخد الفايلات دي بعد كده؟ لا، هو للاسف انت كل اللي تقدر تعمله بيها ان انت تطبعها من على المكنة برضو، لكن انت تاخدها من على الهارد صعب. كمان لو الهارد اتشال من البرينتر المكنة السوفت وير بتاعها بيقع، فمش هيكون الموضوع سهل.
يعني الاسكان ده احنا بنعمله بنسيف على البرينتر لما نكون محتاجين الفايلات دي هنطبعها من على البرينتر بعد كده. دلوقتي البرينتر خدت الفايل ده سيفيته على الهارد ديسك بتاعها. لو انا عايز اطبع نفس الورقه دي تاني هرجع للشاشه الرئيسيه هنا كده وادخل على كلمه برنت، هلاقي فيها ايقونه اسمها برنت فروم جوب ستورج. الفولدر كان اسمه انتايتلد اللي انا اخترته، والفايل اسمه ان ام. مجرد ما اعلم عليه صح واعمل برنت تحت هيبدأ يطبع لي الفايل اللي انا كنت واخده سيف قبل كده وده صورته. اخيرا بقى هنتكلم عن طقم الحبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل طقم الحبر بتاع المكنه دي زي ما احنا شايفين. دول 4 ازايز حبر للون الاسود والازرق والاحمر والاصفر. تعبئتهم سهله جدا، يعني احنا مجرد ما بنفتحهم بنعبيهم، مش بيحتاجوا فني متخصص، يعني تعبئتهم سهله جدا. الواحده فيهم بتتعبى النهارده في حدود 800 جنيه. دول الطقم ده بيطبع حوالي من 10 ل 12 ألف ورقة. برضو الدرامات بتاعت المكنة منفصلين، اليونت درام منفصلة عن علبة الحبر وبتتغير لوحدها. برضو دي المهم ان هي تتغير، ودي تتغير كل حوالي 20 ألف ورقة. يعني احنا بعد ما بنملى طقم الحبر مرتين بنبدأ بالتبادل نغير الدرامات اللي تحت دي على حسب الحالة بتاعتهم. فهنفترض انه مع التعبئة الثالثة هنغير اللون الاسود، الرابعة هنغير الازرق، وهكذا في الاحمر والاصفر. تكلفة الدرام الواحد النهاردة في رينج ال 2000 جنيه.